المخصصة للمتربص اللساني في اختصاص صيانة الآلات الفلاحية. هنايا المتربص كيدخل عندنا يتعلم يتعرف على مختلف الآلات الفلاحية واللوائح تاعها، مثل الزرع، آلات الحش، آلات نفخ البذور. كذلك شوف مختلف الأنظمة التي في الآلات الفلاحية، أنظمة إيدروليكية والأنظمة إلكترونيكية. وكذلك هذه مثلا في هذه الورشة يقوم المتربص بإنجاز أعمال تطبيقية لأجل تأهيله إلى عالم الشغل، حيث يتمكن من التعرف على مختلف المحركات التي تأتي في الآلات الفلاحية، ويقوم بحلها وتفكيكها وصيانتها وصيانة مختلف الأعطال في المحركات، سواء كانت أعطال إلكترونية أو أعطال ميكانيكية أو أعطال ذات طابع إيدروليكي أو ضغط هوائي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكر السيد أحمد شيشة على هذه الزيارة المباركة اللي قمنا بها اليوم على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وتقنيات الفلاحة المجاهد في العربي. المعهد هذا اللي عنده مرجع إنشاء كان موجب مرسوم تنفيذي 290/14 مؤرخ في 15/10/2014 من طرف معالي وزير التكوين والتعليم المهني السيد بدوي نورين، وذلك يوم 20/6/2014. الطاقة البدائية للمعهد هي 300 منصب بدائي بعد تدريس 11 قاعة. عدد الورشات عندنا 6 ورشات، بالإضافة إلى قاعات متخصصة مثل قاعة الإعلام الآلي ومخبر لفائدة متربصي مراقبة النوعية والصناعة الغذائية. يحتوي على داخلية بطاقة استيعاب 120 سرير، مطعم، مدرج، ملعب ماتيكو، خزان مائي، سكنات 7 سكنات إلزامية 4 ووظيفية 4. أما فيما يتعلق بالبطاقة البدوية، يضمن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني مجاهد طيب العربي تكوينا في عدة أنماط تكوينية اللي هي نمط التكوين الحضوري، ونمط التكوين عن طريق التمهين، ونمط التكوين عن طريق الدروس المسائية، تكوين تأهيلي الأولي، والتكوين عن طريق الاتفاقيات، تكوين تعاقدي. تخصصات تكوين على مستوى المؤسسة كلها متعلقة بالفلاحة، إضافة إلى بعض التخصصات المتعلقة بالصناعة الغذائية، وكذا تسيير، وكذا الإعلام الآلي. عدد المتخرجين على مستوى المعهد في السنوات الماضية بمعدل 6090، وهذا التكوين كان تأهيلي أولي للفلاحين وأبناء الفلاحين على مستوى محيط ولاية المعسكر. كان تكوين كله متعلق بالفلاحة، وهذا شرف لنا لأنه نحن المعهد الوحيد اللي قاعد يكون في الفلاحة. في الأخير أدعو من جميع قاطنة صيغ النيف الالتحاق بالمعهد من أجل ضمان مستقبل زاهر، من أجل بداية مشروع يبدأ بفكرة التسجيل على مستوى المعهد، من أجل تحقيق مشاريع تنموية وإضافة إلى الاقتصاد الوطني. مشكور سيد أحمد على هذه الزيارة مرة أخرى، وبارك الله فيك ويعطيك الصحة. شكرا.